الأستاذ بجامعة الأزهر، صاحب الصولات والجولات في العلم، آتاه الله الخير والبركة لتقديره لحفظة القرآن الكريم ولأعمال الخير. كذلك في تلك الليلة السعيدة نرفع القبعة لأصحاب المهام الفريدة، تاج من التيجان المشهود لهم بالكفاءة العتيدة، إنه الدكتور محمد عبد الباسط عويضة، رجل من رجالات العلم وكفاءات الخير، نرفع له القبعة ويشار له بالبنان لعظيم أعماله في الخير، وأيضا مبادرته لتحفيظ القرآن الكريم في كل حي وقرية من أحياء محافظة الغربية. لنقف احتراما للتواضع يا سادة، خلوق كريم محب للخير كالعادة، وجوده في الحفل زاده البهجة والسعادة، رجل من رجالات القضاء المصري رمز الكرم والسيادة، إنه المستشار الجليل سمير محمد قضادة. تكريم لسعادته المستشار سمير قضادة. كذلك هناك تكريم البحث دائما يحاور كل دليل، وبصوته نقف خاشعين لعظيم الترتيل، ابن الكرام حفظة القرآن الكريم، وهبة من نعمة المرحوم الشيخ عبد الجليل، الراعي والمخلص لهذا التجمع الكريم، إنه الخلوق الدكتور ياسر عبد الجليل. تكريم الدكتور ياسر عبد الجليل الراعي للحفل والمنظم على مدار سنواته، صاحب الجهد المخلص الوفير. تكريم يليق بجهود العظماء لحفظة القرآن الكريم. أيضا تكريم للعطية وللخير في الهدية، إنه صاحب الصولات والجولات في الأعمال الخيرية، ولا ينظر إلا للمجتمع بكل إخلاص ونية، إنه المهندس أحمد منير عطية. كل التحية للمهندس أحمد منير عطية، صاحب الخير الوفير وضيف شرف هذا الحفل في تلك الليلة المباركة بإذن الله. التكريم جاء دور المكرم دائما سعادة الإعلامي الأستاذ علاء الداودي، الذي لا يدخر أي جهد في وجوده معنا في كل المناسبات السعيدة. فهذا التكريم لا يليق بشخصه، لأنه تكريم معنوي بسيط جدا، فهو أغلى وأثمن من أي شيء. ربنا يبارك فيه ويجعله دايما في الخير. حاجة بسيطة كده إن شاء الله. ثانية واحدة. الباشمهندس أحمد محمد السعداوي، وهو في المملكة العربية السعودية، رجل الخير والعطاء، يتسلم بالنيابة عنه الأستاذ منتصر الجبان. الأستاذ منتصر الجبان حمى الباشمهندس أحمد محمد السعداوي، الذي يدعم المسابقة من البقاع المباركة المملكة العربية السعودية، يتسلم بالنيابة عنه الأستاذ منتصر الجبان حمى الباشمهندس أحمد السعداوي.
تحية للبشمهندس أحمد السعداوي الغائب عن الحفل الحاضر بكل دعمه، وفقه الله ورعاه في المملكة العربية السعودية. أيضا تكريم يليق بصاحبه، ولكنه اعتذر لظروفه في عمله، سيادة العميد أيمن عبد المعز قدم اعتذاره لظروف عمله بالقوات المسلحة، ويتسلم عنه المستشار سمير قضاضة. العميد الخلوق أيمن عبد المعز كان معنا العام السابق وكان يتمنى، ولكن لظروف عمله جعلته غائبا، ولكنه حاضرا في أذهاننا. أيضا تكريم للمهندس محمد أحمد أبو موسى. تكريم المهندس محمد أحمد أبو موسى قدم العطاء لهذا التجمع وهذا الحفل، فشكرا للبشمهندس محمد أحمد أبو موسى لدوره العظيم في إخراج هذا الحفل. أيضا شكرا للبشمهندس محمد أحمد أبو موسى ولحظات التكريم الجميلة. كذلك الحاج رضا علم الدين. الحاج رضا علم الدين صاحب الجهد الوفير دائما في تلك المسابقة، ركن ركين. الحاج رضا علم الدين ننتظره بفارغ الصبر لينال كل لحظات التكريم والتقدير. الدكتور الحاج رضا علم الدين داعم من العظماء في المسابقة، له صولات وجولات في العطاء، رجل خير نحسبه عند الله خيرا دائما بإذن الله. الحاج رضا علم الدين هذا الرجل الذي أمد المسابقة وحفظت القرآن الكريم بكل عطاء، جعله الله في ميزان حسناته. الحاج رضا علم الدين شكرا له ولتعاونه الدائم، وأيضا إمداده بكل العطاء وبكل صنوف الخير لحفظة القرآن الكريم. الحاج رضا علم الدين. أنا أستأذن جميع الحضور ما يزعلوش مننا على التأخير، لأن الناس كتير تتمنى تكون موجودة مع أبنائها حتى مطلع الفجر. أنتوا أهل القرآن ما تزعلوش وما تستعجلوش. نقطة نظام، اللي هيطلع هيستلم الهدايا بتاعته الجوائز المعنوية قبل المادية. وبالله عليكم عاوزين المنظر يتنيه جميل بالقرآن الكريم وبأهل القرآن الكريم للآخر. احنا عندنا استعداد نبات هنا وهنتسحر معاكم هنا، بس اهم حاجة نقطة نظام عشان الكل يروح مبسوط وفرحان. وكل عام وانتم بخير. بنشكر الأستاذ علاء الداودي على هذا التقديم الرائع، وهنقدم هدية بسيطة كده من الحاج فرج الشجري وأهالي المكرمين للدكتور ياسر عبد الجليل نيابة عن أهالي محلة منوب. هنبدأ بتكريم حفظة القرآن الكريم، وهنبدأ بالمستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا. وعلى الطالب أو الطالبة اللي يسمع اسمه يطلع على المنصة يستلم الجايزة وينزل عشان يفسح المكان لزميله. وهنبدأ بالقرآن الكريم كامل الطالب مهاب محمد عبد المنصف. يعني الطالب مهاب يعني صادف اليوم له تكريمين، يعني غير تكريم الحفظ هو ختم بالأمس قراءة حفص عن عاصم من طريق الشاطبية بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبنبارك له مهاب مرتين وبالتوفيق والسداد إن شاء الله. الطالب محمد السيد الأشقر.
الطالب أحمد إكرام السرحاني. جاهز اللي بعده على وش اللي بعده صارت ما تطلعوش اللي ورا راسك كده. الطالب يوسف حسام طلعة. الطالب محمد عصام علوش.